فاكرين أول العلاقة كانت عاملة إزاي؟ إحساس جميل، مسجات من غير مناسبة، مكالمات في نص الليل علشان يطمن عليك ويسمع صوتك، والأسئلة البسيطة هو أنت كلت؟ هو أنت نمت؟ طيب محتاج حاجة؟ في اهتمام كده كان بيخليك فرحان وبيخلي الدنيا حواليك أسهل وتحس إن روحك طايرة كده في حتة تانية. بس بعد فترة أنت بتلاقي الرسايل دي قلت والأسئلة بقت روتينية والمكالمات بقت على السريع. وأسوأ حاجة لما تبتدي تحس إن وجودك ما بقاش فارق زي الأول. هنا بتلاقي نفسك بيجيلك السؤال، والسؤال ده بيتعب ناس كتير برضه: هو الحب خلص ولا إحنا اللي اتعودنا؟ ساعات كتير بيكون السبب بسيط، إنه إحنا افتكرنا إنه الضمان بيغني عن التعب، يعني الشريك بقى مضمون وبقى معانا وما دام خلاص بيحبنا يبقى خلاص إحنا مش محتاجين نثبت له كل شوية. لكن جرب كده تفكر، وبدل ما تقول هو عارف إني بحبه فما تقولهالوش، لأ قولها له من غير سبب، مش بالضروري لازم يكون ليها مناسبة وسبب في كل مرة، دي مشاعرك عبّر عنها، بدل ما تقول هي عارفة إني مشغول، ابعت لها ستيكر يضحكها في نُص اليوم، ابعت لها نكتة في نُص اليوم، ابعت لها رسالة تطمن بيها عليها في نُص اليوم، وبدل ما تسكت على زعلك معاه روح عاتبه واتكلم معاه. خليك عارف إن العلاقات ما بتتبُص فجأة لكن بتتاكل حتة حتة، وده لما بنبطل نبذل مجهود، لأن الاهتمام مش رفاهية، ده وقود العلاقة. فلو لسه فيك إحساس حافظ عليه، ومش كفاية نلاقي حد نحبه، لكن لازم نفضل نختاره ونرعاه كل يوم من أول وجديد.